تفسير ابن كثير رحمه الله في أول سورة البقرة، قال عنه ابن كثير بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه من قرأ 10 آيات من سورة البقرة إنه يحفظ بيته من الشياطين ما لم يكن شيء يسوغ دخولهم. أول السورة من ذلك كتاب لا ريب فيه 5 آيات، وآية الكرسي وآيتين بعدها والآيتين الأخيرتين. إذا أورد الإنسان على بيته بهذا يرجى له أنه يكون من أسباب الحفظ العصمة من الشياطين، لكن احذر من الموسيقى واحذر من الصور واحذر من كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم.